أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا العقائدي لهذه الليلة هو كمال التوحيد، نفي الصفات عنه. هذا القول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله، أهلا وسهلا. بعد قلبي يعطيك العافية. بعد قلبه حياك الله سيد أمير. شلونك خالد؟ أبو يحيى حياكم الله، أهلا وسهلا من كربلاء المقدسة. منين حضرتك؟ أتشرف بك. أنت الشرف كله أبو مسلم، حياك الله. أنا أصلا من النجف بس ساكن ببغداد، عقيل المعموري. حياك الله عقيل المعموري، أهلا وسهلا، على راسي، شرف بك. أبو مسلم بالصفحة هاي هسه اللي موجود. مكتوب أبو مسلم، لاحظت الاسم، حياك الله. بعد عندي موضوع عقائدي. أنا كنت طالب علم في الحوزة الشريفة الناطقة في النجف الأشرف سابقا، يعني بال 2001 إلى 2006. حياك الله بعد قلبي. أي موضوع عقائدي للي عنده سؤال، هاي بعد ما راح أذكر الموضوع كمحاضرة، يعني محاضرة صغيرة لمدة ربع ساعة 10 دقائق. زين، بس قبل لا تبدأ محاضرتك الله يعطيك العافية، منتظر حياك الله حبيبي من رخصتكم شوية عندنا سوالف ويا الشيخ الله يعطيه العافية. خادم لك. بعد قلب الله يرحمه. شيخنا الله بالخير. خادم الله بالخير والعافية. شهر رمضان. نعم. شهر رمضان شو معناه صيام؟ مو؟ نعم. أول ما يهل يعني معناه صيام. نعم. والله حياك الله. زين، أنا مرات أقعد عابر الأذان أو ويا الأذان أقعد، يعني الأذان أذن. تبقى على صيامك، ماكو اشكال. هي النية ترى وحدة محضرة من أول يوم من رمضان، مو إلا كل يوم تجددها. هي أنا أعرف هاي، أنا أفرح. مو ذاك اليوم واحد جبنا نقاش أنا يقول ما دام ما ناوي يعني لا. صيامك باطل. لا رمضان نية وحدة، هو قصد. يعني هو هذا شهر انا نويت اصلي هذا الشهر مخربة لله تعالى، هو واجب مو واجب. نعم. طبعا واجب، انت قصدت صوم رمضان انتهت، مو الا كل يوم تجدد النية. لا، هي نية قصد قلبي ترى، مو لفظ، مو الا تتلفظ. رحم الله والدي، قصد قلبي مو يعني. انا اذا مثلا اكلت مثلا ورا الفطور شويه، طقيتها نومه، قعدت ورا الاذان ب5 دقائق، عادي تصلي ونام، ترجع تنام مستمر على صوم. اظل على صوم ماكو اشكال. ماكو اشكال. لا هاي هذا فرح على هو هذا. ذاك اليوم صار نقاش انا واحد يقول لي لا ابو عسكر حياك الله بعد قلب، يقول لي هذا صيام ما مقبول هيك. لا مش يقول لي قبل ما تعرفها هسه عرفتها، صارت عليك الحجه، لازم التنوي. قلت له مو اني مو تقول قاعد حتى لا ما صيام رمضان نية واحدة. بقت ملاحظة اريد مو تفطر ويا الاذان مال المغرب ربع ساعة ورا الاذان، ترى الى ورا الصلاة يلا نفطر. اي عافية، ربع ساعة. يعني بيش مثلا يأذن هسه احنا عندنا بكربلاء يأذن بالسبعة. حياك الله بعد قلب. الله محييك، حياك الله، اهلا وسهلا بك. الشرف، اهلا وسهلا. انت الشرف بعد قلب. اهلا وسهلا بكل الاخوان، واللي يريد يلتحق بنا بالبث المباشر انا خادم لكم. حياكم الله بعد قلب، رحم الله والديك. نبدا بالمحاضره حتى وراها نقاشات، اللي عنده سؤال هذه. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله يوفقك. وكمال التوحيد، نفي الصفات عنه. طبعا احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى يصف نفسه في القرآن الكريم ويقول الرحمن الرحيم الخالق الرزاق، فكيف نجمع بين قول الله في القرآن الكريم وبين كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وله أتم التسليم بأن كمال التوحيد في نفي الصفات عنه؟ شنو يعني هذا كمال التوحيد نفي الصفات عنه؟ يعني إذا أردنا التوحيد الكامل يجب أن ننفي الصفات، يعني ما نذكرها